احنا بقى لاحت لنا فرصه تاريخيه. سياده اللواء كامل وزير بيتفقد المشروع من اقصاه الى اقصاه، فاحنا كده زي القراده قررنا ان احنا ندخل بعد اذنه عشان نشوف هو بيعمل ايه فعليا. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اهلا يا فندم. انا بشكر حضرتك ان انت سمحت لنا ان احنا نتجول في هذه المناطق. بالعكس يا فندم، ده انا اللي بشكر حضرتك ان انت يعني تحملت عناء المشوار وان انت قدرت توصل لي هنا في المكان اللي انا فيه ده. اشكر حضرتك. لا ده يا شرف والله، ده شرف لينا وفخر ان احنا نشوف حضراتكم بتشتغلوا في الاجواء دي، في الظروف دي، بالكفاءه دي، بالمجهود ده، والناس واضح لا تكل ولا تمل وفي روح جميله ما بينهم. احنا يا فندم متعودين على كده، وده طبيعه كل فرد في القوات المسلحه، بل وكل طبيعه الشعب المصري اللي هو شعب عظيم، شعب بيستنفر همته وقت الشده. بتلاقيه لما تضغط عليه بتلاقيه، لما بتحتاجه فعلا في وقت الشده بتلاقيه. طب سياده اللواء اسالك اول سؤال، هو احنا فين وايه الشيء المهول اللي ورانا ده؟ احنا حضرتك دلوقتي في منطقه الكيلومتر 95 ترقيم قناه، اللي هي منطقه الدفرسوار. منطقه الدفرسوار دي اللي هي المدخل الجنوبي لقناه السويس الجديده. ده هيبقى التقاء القناتين، دي المدخل الجنوبي للقناه الجديده، وده جزء من يعني دي القناه الاصليه، دي القناه الغربيه الاصليه. وهتيجي عند نقطه ما هنا هيبقى في مدخل القناه الجديده. النقطه اللي حضرتك واقف فيها دي هي دي مدخل القناه الجديده اللي حضرتك شايف دلوقتي ده. احنا هنا تقريبا في جزء جهزناه وحفرناه وبنشيل منه الستائر المعدنيه اللي هي على جنب الشاطئ. الستائر المعدنيه احنا شفناها من شويه، الستائر المعدنيه اللي حضرتك شفتها بتشال دلوقتي كده. تمام. الستائر المعدنيه دي لازم تشال من المكان ده، والتدبيش اللي موجود، الدبش اللي موجود. ليه اصلا الستائر المعدنيه بمجرد ما احنا بنخلص حفر قناه السويس بندق الستائر المعدنيه دي علشان نمنع انهيار اكتاف القناه، انهيار شواطئ القناه، فدي بتثبت القناه. برضه في القناه الجديده ان شاء الله لما نحفرها هنعمل الستائر دي، ولكن الوقت عشان ادخل هنا في القناه الجديده لازم نشيل الستائر دي لان ده معدن، ده حديد صلب. ده اللي هو ده الكراكه دي عشان تدخل. الكراكه بقى عشان تدخل لازم اشيل الستائر المعدنيه دي، لان زي ما حضرتك شايف الكراكه دلوقتي موجوده. ده الحفار بتاع الكراكه اللي موجود في الامام ده سكاكين بتدخل تنهش الرمل بالميه، تاخد الرمل والميه تشفطها، توديها في مواسير لمسافات بعيده فيما يسمى احوار الترسيب اللي احنا عملناها خلف الساتر الترابي ده. لو هنا في جزء معدني او دبش او حاجه فبيكسر السكاكين، فاحنا بنطهر له الشاطئ عشان يبدا يدخل. دي كراكه من 4 كراكات رست دلوقتي على الشاطئ الشرقي للقناه القديمه، عشان للقناه الغربيه الحاليه يعني. دي كراكه منهم اللي قدام حضرتك دي، وفي كراكتين حضرتك شفتهم واحنا جايين او دلوقتي وحضرتك جاي دلوقتي اللي هم موجودين قدامنا دلوقتي، ثم في كراكه في الشمال في منطقه البلاح. دول 4 كراكات هيئه قناه السويس جابتهم، دخلوا، احنا بنجهز له الدخول بتاعهم دلوقتي. شلنا بالحفارات بتاعتنا كل ما هو ناشف على وش الميه، شلنا كل ما هو دبش على وش الميه. هيئه قناه السويس بتشيل الستائر المعدنيه، يبقى احنا كده الكراكه جاهزه ان هي تدخل وتبدا تحفر فيه وتشفط الرمله من تحت، تحطها في الانابيب دي وترميها بعيد. بالظبط كده. طب سياده اللواء حضرتك قلت لي حاجه لما كنا مع الشبيبه الصغيرين هناك الاطفال، حضرتك قلت لهم ان احنا كان المفروض المرحله دي تحصل بعد 90 يوم. تمام. احنا النهارده حاجه و20 يوم. احنا حضرتك لما خططنا المشروع، لما كنا مخططين على 3 سنوات وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجئنا بان هو مصر على ان هو ودي امر فعلي ان احنا ننفذ الشغل ال3 سنين ده في سنه واحده. فزي ما بقول لحضرتك كان عملنا اعاده تخطيط لينا، عملنا اعاده تنظيم لامكانياتنا، استوردنا معدات جديده دخلناها على هنا مباشره، ضاعفنا عدد الشركات اللي كانت موجوده. كان عندنا 17 شركه يوم الافتتاح عشان نشتغل في 3 سنين. لما ادى الامر ان احنا نشتغل في سنه واحده فكان لازم نزود عدد الشركات، بدل ما هم 17 شركه نضاعفهم 3 مرات يبقوا 51 شركه. احنا وصلنا لحد دلوقتي 53 شركه الحمد لله، وكتيبتين طرق يبقى 53 شركه. فكل الامكانيات اللي احنا وفرناها دي عشان نقدر ننفذ في خلال سنه. السنه دي نفسها عملنا لنا خطه زمنيه، نبدا حفر يوم 6/8، ثاني يوم مد الامر سياده الرئيس، ناخد 3 شهور حفر على الناشف من اجمالي 6 شهور. يعني التوقيت الزمني للحفر على الناشف للمعدات دي كلها 6 شهور 180 يوم، ولكن احنا قلنا ممكن نكون حفرنا 50% من القطاعات اللي هي الهامه الحرجه اللي نقدر ندخل فيها الكراكات بعد 90 يوم 3 شهور. لقينا ان احنا برضو نقدر بعون الله بشويه تنظيم نقدر الحفارات شغاله معانا والبلدوزرات واللوادر زي ما حضرتك شايفها دلوقتي الناحيه الثانيه وهتشوفها دلوقتي شغاله معانا في الحفر على الناشف. طب ليه ما ندخلش الكراكات دلوقتي؟ فبدانا نركز في منطقه المدخل الجنوبي والمدخل الشمالي ومداخل قنوات الاتصال ما بين القناتين، بحيث ان احنا ندخل اكبر عدد من الكراكات ونبدا نشتغل. وده فعلا بيتم دلوقتي قدام حضرتك.
ان احنا بنجهز الشاطئ الغربي للقناه الجديده عشان تبدا تدخل الكراكات زي ما حضرتك شايف دلوقتي وجاهزه ومستعده. سياده اللواء انا عايز حضرتك تطمنا كمصريين مدنيين بقى ما بنفهمش في حاجات، انا دخلت الجيش بس مجرد غلبان يعني. احنا دلوقتي بنسمع حاجات كده، بص سياده الرئيس يقول لك ايه؟ يقول لك انا عارف انا بعمل ايه. فمره قالها كده يعني عارف انا بعمل ايه، ده يقول لك يعني ثقوا فيا وادوني فرصتي وشوفوا انا هعمل ايه. ده واحد. اتنين، حضرتك تقول 3 سنين جالنا الامر بسنه، قررنا نشتغل في سنه. حاجه مره ثانيه اسمع ان في حاجه كانت تكلفتها مش عارف 8 مليار، الاقي مش عارف التكلفه لا ده صدر الامر منها تكون 4 مليار. طب انتوا بتعملوا ايه؟ يعني في ايه في النص كده احنا مش فاهمينه. هو في البدايه احنا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وزيرنا، كان وزير الدفاع، واشتغلنا مع معظم المجموعه اللي شغاله دلوقتي في الهيئه الهندسيه، بل والقوات المسلحه كلها شغاله معاه قبل كده من اول عارف رجالته من اول ما كان قائد كتيبه وقائد لواء وقائد منطقه ومدير مخابرات، عارف كل القوات المسلحه وامكانيات كل الضباط لحد وزير الدفاع. فهو الراجل عارف امكانيات الضباط كلها وعارف مين يوظف مين فين، وبعدين في نفس الوقت هو دارس كويس قوي الاسعار ومعدلات التنفيذ ومعدلات الاداء. لما بيجي بنقول له ده 4 سنين، يقول لي 4 سنين، اقول له عشان انا عندي معدلاتي بتقول ان انا اقدر اعمل مثلا 1000 متر مكعب خرسانه في اليوم، اقدر اعمل الخلاطه تقدر تطلع 1000 من 1000 ل 1200 طن اسفلت في اليوم. طب انا محتاج 2000 طن، على طول يصدق فورا يقول طب ما تجيب خلاطتين، طب ما تجيب 2 بامب عشان اضرب خرسانه. يقوم انا هو كده من طبعا من وجهه نظره دايما في الموضوع ده سليمه، ان انا امتلكت معده وخلصت المعدل بتاعي بسرعه، وفي نفس الوقت المعده اللي انا امتلكتها دي كسبتها هشتغل بيها في مشروع قادم ومشروع قادم ومشروع قادم. لما بيجي يقول سنه مش 3، هو عارف ان احنا نقدر الحمد لله نقدر نطوع معداتنا، نقدر نطوع ونعمل خطه كويسه نستفيد بيها بكل امكانياتنا، سواء معدات سواء ضباط سواء جنود سواء شركات مدنيه بتشتغل معانا. ما انا زي ما بقول لحضرتك الشركات المدنيه شغاله كويس جدا جدا. الشركات المدنيه يا فندم، الشركات المدنيه يا فندم اللي شغاله معانا انا بقول لحضرتك ان هي شركات محترمه وواخده على النظام بتاعنا. اصل انا يا فندم النهار لما باجي اتفق مع الشركه ومن البدايه بقول له انت ليك المتر ب5 جنيه ب7 جنيه، هو عارف انه ياخد ال7 جنيه بتوعه مش هيضيعوا عليه وانا بجري له عليهم، وفي نفس الوقت انا عندي اشراف دائم وموقوت باستمرار مع الشركه بيحل له كل المصاعب وكل المشاكل بتاعته. فالشركه شغاله معايا هي مبسوطه ومطمنه هتاخد فلوسها ومفيش مشاكل هتعطلها، وفي نفس الوقت انا بستفيد ان الشركه دي امكانياتها قويه وبتكبر اكتر، كل ما تشتغل اكتر كل ما امكانياتها تكبر اكتر، كل ما تساعدنا اكتر تحقق انجازات اكتر. طب ازاي 8 مليون ولكن 4 مليون بقى؟ ولكن ال 8 مليار يبقوا ازاي 4 مليار؟ اسف 8 مليون 4 مليار. لو انت حسبت حضرتك تكلفه كل متر طبقا لاسعار السوق هيطلع ال 8 مليار. ابقى اقول مثلا على سبيل المثال المتر في الحفر ب 15 16 جنيه، المتر في الخرسانه مثلا المتر مكعب في الخرسانه المسلحه مثلا 1500 1600 جنيه. طب انا ازاي اخفض التكلفه؟ اخفض التكلفه ان انا اولا بحافظ على المواد بتاعتي ما بحضرش مواد. الحاجه الثانيه بدخل جزء من الشغل بسميه الشغل الذاتي، يعني بدخل وحده عسكريه معايا. الوحده العسكريه دي انا جايب لها معداتها جايب لها خاماتها، الافراد بتوعها افراد عسكريين، بتقلل التكلفه الماليه شويه. في نفس الوقت كمان لما انا بقلل حتى التكلفه بتاعه المواد، ازاي اقلل تكلفه المواد؟ انا الاسفلت او الخرسانه بتعتمد على السن. انا لما يبقى عندي الكسرات بتاعتي وانا اللي مشغل الكساره في الجبل، وعندي العربيه النقل الكبيره التريلا الكبيره اللي بتنقل السن من الكساره بتاعتي وبقت عربيتي بتنقلها لحد الخلاطه بتاعتي، الخلاطه بتخلطها بعد كده بتتنقل بترانس ميكسر عربيه الخرسانه او عربيه نقل الاسفلت برضه بتاعتي. لما بعد كده بروح الفينشر او الهراس اللي شغال على الاسفلت او البامب اللي بتصب الخرسانه برضه بتاعتي ملكي. فكل الكلام ده بيوفر تكلفه كبيره جدا، بدل ما انا باجر كل حاجه فبيتاخد عليها ارباح وبيتاخد عليها ضرائب ونبغات. بس انا عارف كمان ان حضراتكم بتتفاوضوا بشده من اجل البلد. بالظبط، احنا يا فندم بنقول بنجيب الشركه نقول له لا ضرر، شركه مصريه او اجنبيه اي شركه بنقول له لا ضرر ولا ضرار، لا انت هتكسب مننا كتير ولا انت هتخسر. احنا بنحلل له السعر، بنقعد معاه نقول له المتر الخرسانه ده خد 8 من 10 متر مكعب سن، وخد 4 من 10 متر مكعب رمل، وخد 5 شكاير او 7 شكاير اسمنت طبقا كان خرسانه مسلحه ولا خرسانه عاديه. يعني في الاخر بنحلل له السعر، في الاخر نقول له المتر الخرسانه ده اتكلف عليك 1200 جنيه. انت كمان تاخد لك على ال 1200 دول كمان 10 12% ضرائب ونبغات، وبعدين نحط له هامش ربح صغير علشان يقدر هو يشتغل هو والمهندسين اللي معاه. يعني ما بسيبوش يكسب مني 25 و30%،
زي ما كان بيحصل او زي ما بيحصل، لا انا بقول له كفايه عليك 5%. انت راجل وطني وراجل مصري زيك، ساعدني دلوقتي. تعالى دلوقتي، انت كسبت كتير ايام زمان، انما دلوقتي تعالى بقى استحملني شويه. سدد الدين، ابني معايا بلدك. ابني معايا بلدك، بدل ما تاخد مني 25 30%، لا بكفايه 15، بكفايه 10 12% ضريبه ونبغاتك، و2 3 5% بكتير مكاسبك عشان تغطي مصاريفك. يبقى انت كده بتاخد، بدل ما انت كنت بتاخد 25 30%، لا خد 15. كده يقلل التكلفه. لما استخدم خلاطاتي وخرساناتي وادواتي بقلل التكلفه. لما بستخدم الثمانيه ممكن يبقوا 4 بالظبط كده. طب انا بس حاجه ثانيه، انا بعرف انه احيانا حضرتك تتفاوض وبعد يجي سياده الرئيس يتدخل يتفاوض اكتر، ده الكلام ده بيحصل فعلا؟ طبعا يا فندم. انا يا فندم ما بجيبش معده. احنا كهيئه هندسيه ما بنجيبش معده الا لما بنتفاوض الاول مع صاحب الشركه. لا نجيب منها، لا تستورد لنا. احنا يا فندم بننشر نشر حر على كل الملحقين العسكريين اللي في الخارج. بيجيب كل الشركات العالميه اللي بتتعامل في هذه المعده. بعمل بت فني، بوصل لاحسن معده عندي. ده اللي انا عايز، دي انا عايز احسن معده. طب اجيب الراجل صاحب المعده ده، لو ده احسن معده وسعره معقول، طب بجيبه بقى بعد ما خلاص راسي عليه البت الفني والمالي ان ده احسن معده باحسن سعر واكفأ معده، بجيبه وانا اتفاوض. اقول له والله زي ما قلت لحضرتك في موضوع المواد، انت كنت بتكسب مننا كتير وانت معداتك موجوده عندنا كتير، وساعدنا اتنازل شويه من مكاسبك، يعني ساعد مصر من الاخر، بس يعني ساعد مصر. الناس بصراحه وطنيين بيساعدوا، بينزل يعني. لو ضربت لحضرتك امثله كتير، احنا كنا بنتفاوض على الدنابر اللي حضرتك شايفها دي. الدمبر ده اكبر دمبر على فكره في العالم. ايه اللي هو ايه الدمبر؟ الدمبر حضرتك اللي هو ناقل الاتربه اللي هو حضرتك هتشوفه دلوقتي، اللي هو باين ده قدام حضرتك ده، هتشوفه دلوقتي وهتصوره. هنجيبه. ده دمبر كبير، اكبر واقوى دمبر في العالم. فاحنا بنجيب راسي عليه العطا الشركه دي، عشان هي شركه كبيره، شركه ذو ملاءه ماليه كبيره، فنياتها عاليه، دنابرها او معداتها عموما مشهوره في العالم كله. خلاص رسي عليه العطا الفني والمالي. تعالى انت دلوقتي الدمبر ده بكام؟ يقول لي مثلا انا جايبه مثلا ب4، يقف عليا ب4 مليون جنيه. انا اتفاوض معاه، انا بقى ككامل وزير او السيد رئيس الهيئه الهندسيه اللي هو عماد الالفي، بيجيبوا نقعد لجنه كلنا مع مساعد رئيس الهيئه الهندسيه للتسليح، بنقعد نتفاوض معاه. طب انزل شويه من هنا، طب هات من هنا، طب اعمل كذا. ينزل مثلا، نزلت حوالي 3.6 مليون، نزل لنا عشان خاطرنا، عشان خاطر مصر 3.6. انا ما اقدرش اتعاقد الا لما ابلغ السيد وزير الدفاع انذاك المشير عبد الفتاح السيسي، او دلوقتي سياده الفريق اول صدق صبحي، اقول له يا فندم الشركه دي نزلت من 4 الى 3.6. يقول لي طب ازاي؟ طب خليه يتصل بمكتبي، والراجل شخصيا بيكلمه شخصيا بنفسه، يقول له رئيس يا وزير الدفاع، يا رئيس يا وزير الدفاع، يقول له لو سمحت ساعد مصر، ساعد بلدك اللي كبرتك واللي ادتك. وهتلاقي بعد كده كتير لما البلد دي تقف على رجليها وتنهض وتقوم من كابوتها اللي هي فيها، ويبقى فيها مشاريع كتير زي كده، فانت هتشتغل كتير. فبدل ما تشتغل كتير، بدل ما تشتغل دلوقتي قليل وتبيع دمبر او 2، لا ده احنا هناخد منك 50 وممكن ناخد منك 100 لو الشغل فتح اكتر. فانزل شويه، هو يعمل مفاوضات مع التوكيل العالمي اللي هو بيمثله او اللي بياخد منه، يقوم بعد كده نزل، مش عايز اقول لحضرتك، نزل من 3.6 بعد ما نزل معانا الى 2.9 مليون فقط، بدل ما كان 4 مليون نزل 2.9 مليون. فده كله ده فائض لمصر، القوات المسلحه لمصر. خفض يا فندم في بند واحد اسمه الدنابر 55 مليون جنيه. ال 55 مليون جنيه اللي بتروح فين؟ بجيب بيها معدات ثانيه، ما هي ما بتروحش عليا، بجيب بيها معدات ثانيه، ومن هنا بيجي التوفير اللي حضرتك بتشوفه والمعدات الجديده كلها اللي حضرتك شايفها دي. وده الخير اللي هيجي لمصر على ايدين هذا الرجل. انا لا بنافقه ولا عايز منه حاجه، ولكن انا بقول لحضرتك حقيقه ان هذا الرجل ما بيحطش ايده في حاجه غير لما هي ان شاء الله كسبانه ان شاء الله. بيهتم بالتفاصيل بشكل مرعب يا فندم. يتكلم مع المهندس كانه مهندس، يتكلم مع الدكتور كانه طبيب، بيدرس كل حاجه الاول قبل ما يتكلم في اي حاجه، بيدرسها كويس جدا، بيبقى عارف هيقول ايه، بيبقى عارف السعر فعلا الحقيقه قد ايه، بيبقى عارف التوقيت اللي الموضوع ده هياخده قد ايه، ما بيتكلمش كده من فراغ، لا. طيب انا هستاذن حضرتك، انا عايز اروح الناحيه الثانيه دي، انا شايف برضو نشاط كبير قوي هناك، فاستاذن حضرتك ان احنا نتمشى لهناك واسالك شويه اسئله ثانيه. اولها، هو حضراتكم بس بتحفروا قناه جديده ولا لا ده حياه بلد ثانيه بتنشا هنا؟ ده الموقع اللي حضرتك شايفه ده زي ما قلت لحضرتك المدخل الجنوبي لقناه السويس الجديده. قناه السويس الجديده دي احنا بنسميها قناه السويس الجديده، فيها في نفس المشروع بتاعها ده قناه السويس الجديده لا يقل عن 4 مشروعات كبيره عملاقه في نفس المكان. ده من ضمن المكونات الخاصه بمشروع تنميه محور قناه السويس كله. ال4 مشروعات الكبيره اللي هنا اللي في منطقه قناه السويس الجديده دي عباره عن ايه؟
اول حاجه القناه الجديده، تمام. ال 35 كيلو الجداد وال 37 كيلو الحفر والتعميق والتوسيع عشان نوصل تقريبا 72 كيلو بنضيفهم للمجرى الملاحي لقناه السويس. بالاضافه ان احنا خدنا امر وبننفذ فيه دلوقتي وحضرتك تقدر تشوفه، بنوسع ونعرض ونطور الطرق اللي موجوده في المنطقه كلها. كمل كده بعد اذن حضرتك. اللي هي الطريق العرضي رقم 1 اللي هو على بعد 5 كيلو من القناه تقريبا، اللي هو طريق بورسعيد الانطره الشط، زائد الطرق الطوليه في المنطقه اللي هي في منطقه ال 35 كيلو، طريق معديه سرابيوم، الطريق المحور الاوسط اللي هو معديه نمره 6 اللي حضرتك معدي منها، زائد طريق معديه الفردان. كل الطرق دي كانت حارتين اتنين، يعني حاره رايح وحاره جاي. دلوقتي احنا خدنا امر وبنعرضها وبنطورها، هنخليها اتجاهين، كل اتجاه 3 حارات، يعني بدل من 3 حارات، يعني بدل ما حارتين رايح جاي فوق 6 3 و3 6 حارات، يعني ضاعفنا الطريق ثلاث اضعاف، ضاعفنا الطريق 3 اضعاف. بالاضافه للقناه والطرق، خططنا وعرضنا على سير وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي سياده الفريق صدقي امبارح، بس اول امبارح عرضت عليه مشروع انشاء مناطق، 3 مناطق تجمع سكني وسياحي على الضفه الشرقيه للقناه الجديده. التجمع السكني ده هيبقى فيه لا يقل عن 10,000 وحده سكنيه، زائد منطقه اسكان فنادق ومنطقه اسكان سياحي شويه للي عايز بقى جاي ان شاء الله يعيش هنا في الجو بقى اللي هيبقى ان شاء الله جو جميل وبيئه جميله وبيئه نظيفه دي، يقدر ان شاء الله يحصل على اللي هو عايزه. وعرفت ان كان في وادي تكنولوجيا في مكان ما كده بالاضافه اتعمل واتنسى. بالاضافه الى ال3 مناطق تجمعات سكنيه وسياحيه دي، في منطقتين مواني، مينا لليخوت ومينا سياحي، زائد مينا لوجستي، مينا لخدمه وبناء السفن، خدمه السفن ورسو السفن اللي عايزه تمون، اللي عايزه ترفع كفاءه، اللي عايزه تزود بالوقود يعني، او ترفع كفاءتها، او خدمه معينه اصلاح ولا حاجه. دول 2 مينا. الحاجه الرابعه في نفس مشروع حفر قناه السويس الجديده او مشروع المتعلقه بيها، هيتعمل منطقتين استزراع سمكي، منطقه داخل حوار الترسيب بتاع هيئه قناه السويس الجديد، هيئه قناه السويس اللي هي داخل حدود ارض هيئه قناه السويس، ومنطقه في اراضي وزاره الزراعه المتاخمه مباشره لحوار الترسيب بتاع قناه السويس وهتعملها هيئه الثروه السمكيه. ده منطقه زراعه سمكي كبيره جدا علشان نوفر السمك النظيف، السمك الغير ملوث ان شاء الله بكميات كبيره لكل الشعب المصري، بل والتصدير كمان. المنطقه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي منطقه وادي التكنولوجيا، اللي هي بعد تقاطع الطريق العرضي رقم 1 مع الطريق الاوسط، دي منطقه اتوضع حجر الاساس بتاعها بقاله فتره، مفروض ان هي كانت تشتغل وتتعمل فيها مصانع تكنولوجيه عاليه جدا، ولكن يعني لظروف البلد كانت في الفتره اللي فاتت المشروع كان فيه ركود شويه. ان شاء الله المشروع تم احيائه، المشروع بقى ضمن منظومه مشاريع محور قناه السويس بالكامل، هيتم ان شاء الله استئناف العمل فيه، وهيتعمل فيه صناعات على مستوى عالي جدا. الناس اللي هتشتغل في المصانع دي وفي المنطقه الصناعيه دي هتاخد ان شاء الله المساكن بتاعتها اللي محتاجاها في المناطق السكنيه، يعني احنا مخططين هيتعمل فيه مصانع، وقبل ما يتعمل مصانع بنخطط يكون في مساكن للناس اللي هتشتغل في هذه المصانع. سياده اللواء، حضرتك بتصحى الصبح الساعه كام؟ انا حضرتك تقريبا زي كل ضباط القوات المسلحه وجنود القوات المسلحه، احنا بنصحى الفجر، نصلي الفجر وبنيجي شغلنا. الموقع ده العادي بتاعنا. الموقع عندي هنا شغال 24 ساعه، فممكن تلاقيني مثلا 2 بالليل 3 بالليل جالي تليفون من احد المواقع، انا هنا حضرتك ببات انا وظباطي في الموقع، ليا هنا استراحه كرفان. قالوا لي ان حضرتك بتفطر معاهم الصبح، بفطر معاهم الصبح وقلق يعني حضرتك موجود معاهم 24 ساعه. واحد فيهم قال لي ببقى موجود في اكتر من مكان في نفس الوقت. موجود يا فندم، انا بكلم واحد هنا، انا ببقى مع حضرتك هنا، وبكلم واحد بقول له انا جاي لك، وبكلم الثاني بقول له انا جاي لك، ممكن ما اروحلوش بس اللي هو انا جاي لك، عشان هو باستمرار حاسس ان انا معاه، وبالتليفون بحل له مشكلته لو في مشكله وانا في موقع اخر. ايه اجمل اكله بياكلها الناس هنا؟ الفول المدامس بتاع قالوا لي المصريين كلهم اسمه الفول الصاحي ولا الفول الصاحي؟ يعني ايه بقى دي؟ الفول حضرتك بيطلع من الدماسه كده او من القدره يعني بتاع الفول او الاذان بتاع الفول. الفول كده الفوله حضرتك بتاكل فول زيهم يا فندم. انا الرغيف العيش اللي بياكلوه هم قالوا لي كده بس انا متاكد. الرغيف العيش اللي الافراد بياكلوه انا باكله، الطبق الفول اللي بياكلوه انا باكله، الحته الجبنه والحته الحلاوه باكلها. حضرتك ما تتصورش لذه الاكل ده مع الجندي بتاعك، مع الصف ظابط بتاعك، مع الظابط هم قالوها هم مبسوطين، عشان كده بس عايز اسمع زميلك. انت قاعد بتاكل معاه، هو حاسس ان انت
اخوه وبتشاركه اكله وبتشاركه تعبه وبتشاركه ان انت لما تضايقه شويه عارف ان هو برده متضايق زيك وانا متضايق زيه. فكلنا يعني لما ناكل مع بعض، لما نعيش مع بعض، كلنا بنبقى في بوتقه واحده، كلنا يعني بنتحمل بعض من الاخر يعني. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يكرمك والله خلينا اشكرك شكرا جزيلا. ربنا يكرمك. وانا عايز اقول لحضرتك ان انت برضه في احد المواقع دلوقتي مش عايز اقول لحضرتك، شايف عدد المعدات اللي موجوده، شايف عدد الناس. اولا ده هتلاقي حضرتك في كتيبه طرق مع شركه. ازاي الاثنين دول؟ كتيبه طرق قوات مسلحه مع شركه مدنيه. مع شركه مدنيه. يعني معظم اللي حضرتك شايفهم دول اخواني واخواتي من العاملين المدنيين في شركه. دول شغال على معداته، والعسكري جنبه او الجندي جنبه او صف ضابط شغال على المعده بتاعته. الاثنين كل واحد عارف مهمته، مين بيحمل مين ومين بياخد ايه ومين بيعمل ايه. الاثنين كلهم بيحبوا بعض. ده بل انا المعدات اللي حضرتك شايفها دي، مثلا الدمبر ده اللي قلت لحضرتك عليه اكبر واقوى دمبر في العالم، انا هطلع فوق هتقف. اهلا وسهلا بحضرتك. ده انا ما عنديش سواق بتاعه، انا كقوات مسلحه ما كانش عندي سواق بتاعه. جبت سواقه منين؟ حضرتك اتفقت، جات لنا السيده الفاضله الدكتوره ناهد العشري، وزيره القوى العامله والهجره، جابت لنا سواقين مسجلين عندها في وزاره القوى العامله والهجره. اختبرناهم هنا برضو، نقينا منهم اللي بيقدر يسوق الدمبر، حتى اللي ما بيقدرش يسوقه كان بيسوق عربيه قلاب، لان الدمبر ده مش متداول كتير في السوق. اللي كان بيسوق قلاب ومعاه درجه اولى، خدته دربته في شركه اللي هي مورده للدنابر، عملوا دوره سريعه، عرفوه لان حضرتك الدمبر حاجه متقدمه جدا. حضرتك الكابينه دي مكيفه في كمبيوتر، حاجه امكانيات تكنولوجيا عاليه جدا. فدربناها في الشركه المورده، دربنا الناس في الشركه المورده، خدنا الناس المدنيين دول اتعاقدنا معاهم، اللي هم ما هو مدني، ما انا اخويا مدني وابويا مدني وخالي مدني. وحضرتك قلت من شويه دي عبقريه الجيش المصري، ان هو في كل هو الشعب المصري، هو الجيش المصري يا فندم انعكاس مباشر للشعب المصري. الجيش المصري يتميز عن اي جيش في العالم ان هو مش جيش فئه ولا جيش طائفه، ده جيش من نبت الشعب، جيش من كل مكونات الشعب المصري، في المسلم وفي المسيحي، في المتشدد شويه وفي الراجل اللي اقل معتدل شويه، وفي المتساهل، وفي كله، في الصعيدي، في البحراوي، في السيناوي، في بتاع مرسى مطروح، في كل الفئات الشعب ومحافظاته ممثله في الجيش المصري. فكل زمايلي واخواتي دول مجرد ما راكب الدمبر بتاعي بقى زميلي، بيطلع يسوق الدمبر ده، هو ضمن، انا ضمنت ان انا نقيت واحد كويس مدرب كويس يحافظنا على الدمبر بتاعي، هو كمان بياخد مرتب كويس، بيعيش كويس، احنا الاثنين مصلحتنا تلاقت. فايه المانع ان انا اجيب اخويا المدني وابن اخويا المدني ده، هم مش اخويا وابن اخويا، انا ما بجيبش حد قريب بالمعنى الانساني، بالمعنى الوطني، يسوق الدمبر يحافظ. والله انا مش عارف اقول لك ايه، انا في حاله شكر وفخر للي حضراتكم بتعملوه هنا، والروح الموجوده في المكان هي انا رايي اجمل ما فيه، احساس الناس كلها انها بتعمل حاجه للبلد، بتعمل حاجه لمصر، ويعني نعمل ونجتهد وربنا هو الموفق. هو ده عبقريه الشعب المصري. انا عايز اقول لحضرتك ان ال 17 شركه اللي كانوا موجودين في الموقع يوم الافتتاح، ما فيش ولا شركه فيهم كانت عارفه هتشتغل بكام، ولا هتاخد فلوس امتى، ولا هيتعمل لها عقد ولا ما يتعملش عقد، ولكن كلهم شركات جايه بدافع وطني منهم، اساسا جاي عايز يخدم بلده الاول، وبعدين بقى يبقى الهيئه الهندسيه تديله فلوس، ما تديلوش، تديله امتى، تديله حقه وتقلله شويه، ده ما كانش هدف عنده. ال 17 شركه جم، كل شركه جديده بتيجي اللي ما اشتغلش معانا قبل كده بيجي يسالني يقول لي المتر بكام؟ اقول له زي اللي جارك، روح هات معداتك وتعالى، ما تسالنيش الاول هتنزل فين والمتر بكام وهتعاد امتى، انت زيك زي اللي جارك، انا مش ممكن اميزك عن اللي جارك، لا بالزياده ولا بالنقصان، ولا ادي لك فلوس بسرعه وهو اخر له فلوسه، انتوا الاثنين زي بعض، انتوا كلكم قاولين عندي زي بعض، ادخل هات معداتك وتعالى جري. فعلا الراجل بيروح بيلاقي الحماس اللي موجود في الموقع زي ما حضرتك شفت، على الشركات المدنيه، على العمال المدنيين اللي راكبين المعدات العسكريه، على صف الضباط والضباط اللي شغاله معايا في الاشراف او على المعدات العسكريه، بيلاقي الروح دي، هو نفسه بيحسدهم، بيقول لي انا ليه ما بقاش واحد من الناس دي، وبيروح يجيب معداته جري وبيجي يشتغل، وبعدين في الاخر نبقى نتكلم في السعر، بيفاجئ زيه زي غيره، فخلاص بيبقى راضي، ومفيش عنده اي غضاضه في نفسه ان في واحد جنبه مميز عنه، كله زي بعضه، والحمد لله ربنا يوفقنا. في مقوله بيقول لك ومن سواك بنفسه فما ظلمك. بالظبط، ما دام احنا كله بينطبق على الكل، بالظبط خلاص بالظبط كده، هو زي اللي جنبه. ربنا يبارك في حضرتك يا ست ربنا يخليك يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا، ربنا يبارك في حضرتك، تسلم. واحنا بنشكركم على انكم
يعني تحملتوا عناء السفر. لا على الاطلاق، ده احنا لحد هنا. ده نقول ايه عناء ايه في ده اللي حضرتك بتعملوه ده عشان تشوف اخواتك طبعا وجيشك بيعمل ايه، طبعا وتطمن عليهم وتطمن كل الشعب المصري ان احنا ان شاء الله بعون الله وتوفيقه مصرين ان احنا ان شاء الله ننفذ مهمتنا ونخلصها في التوقيت المخطط ان شاء الله، ونقدم هذا المشروع هديه للشعب المصري، ويبقى ده مش اخر مشروع، ده اول مشروع. انتظروا كتير، انتظروا كتير، والشعب المصري ان شاء الله هيلاقي خير كتير باذن الله. شكرا ست اللواء، شكرا جزيلا، الف شكر يا فندم، شكرا ست اللواء، الف شكر يا فندم، الف شكر.